ازيكم؟ انتشر على السوشيال ميديا فيديو لبنت مصرية بترقص في فرح حد من أصحابها، والبنت تم توجيه السهام الانتقاد المدمرة للنفسية، تنمر عليها وكأنها أجرمت، أكن البنت دي فجرت روحها، موتت حد، سرقت. البنت اختارت لبسها بحريتها واختارت ترقص في فرح زميلتها وما كانتش تعرف انها بتتصور. من وجهة نظر البعض انتقدوا تصرفها وقالوا ده غلط وضد القيم إلى آخره. ناس تانية بتشوف دي حريتها وسعادتها وبتعبر عن فرحتها مع زميلتها، وكلنا رقصنا في أفراح معارفنا وأصحابنا عادي جدا. لكن المجتمع بتاعنا مسك السيف وعايز يذبحها، دمرها نفسيا. البنت ما بقتش عارفة تنزل. لو احنا افترضنا انها غلط، طيب مين اللي يحاسبها؟ ربنا سبحانه وتعالى. لو ربنا سبحانه وتعالى حاسبنا كلنا بالعدل المطلق بتاعه، متهيألي مش هندخل الجنة، لأن احنا بنعمل أخطاء ومش معصومين من الغلط، بس احنا هندخل الجنة برحمة ربنا سبحانه وتعالى. ارحموا البنت وارفعوا ايديكم من عليها وخلوها تعيش حياتها. الأخ عبد الله رشدي طبعا ما يفوتش ترند زي ده، لازم ينط ويجود ويكتب، لأن هو بيعتبر نفسه وكيل من وكلاء ربنا في الأرض. كتب بوست النهارده يعني هجومي مستتر بطريقة تخلي كل بنت تتكتف، يقام عليها الحد. في ايه؟ ما تسيبوا الناس تعيش حياتها وتسيبوا حسابهم لرب العالمين. اخيرا انا بقول للبنت دي ارفعي راسك، انت ما عملتيش جريمة، عيشي حياتك وربنا سبحانه وتعالى اللي بيحاسب البشر. اشوفكم على خير.